اهلين حبايب قلبي، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. قبل ما نبداو الفيديو نتاعنا صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام. اليوم جيتك طبق تقدر تعتمديه في شهر رمضان وفي باقي الايام، باسكو هذا الطبق صحي ولذيذ، وكاين بزاف من ربات البيوت يلقاو مشكل مع الاطفال تاعهم يحبوش ياكلوا هذه الخضره، واللي هي طبق الكرنب ولا الكرومبيت. نروح نشوفوا الوصفه مع بعض. هنا بعد ما غسلته جيت نقطعه كيما راكم تشوفوا. هذوك الاغصان الخشان اللي يجوا الفوق سي نحيهم باش هكا من بعدا ما يديرونجيوكش كي تكوني توجدي في الحشو تاعك. كيما راكي تشوفي فيا كامل راني نحي فيهم هذوك الخشان، ندي غير الوريقات ونخلي هذوك الاغصان اللي يكونوا شويه صغار هكا ما يجوناش قاسيين كي تكوني تاكلي فيهم. نحطوهم يفوروا مده 20 دقيقه. المهم ما متخليش يذبل مليح باش ما يولوش لونه باهت، باش لو يقعد محافظ على اللون تاعو. انتي مره على مره روحي تفقديه اسكو دخلو طياب نحيه، وراح يكمل طيابه في المرق. انا هنا ثم درتو يفور وجيت نوجد معاكم المرق. في قدر درت شويه مرقارين شويه زيت، حطيت هنايا قطعه من الدجاج كيما تحبي نتيا، تحبي ديري حسب افراد العائله ولا تحطي ليه كركاس كيما تحبي. ديري البصل تكوني ربيتيه مع كميه معتبره من الثوم ثاني تكوني ربيتيه، قليهم مليح مع بعض. ديري لهم الملح، زيدي لهم فلفل اسود والكركم والكمون. الكمون ما تكثريش بزاف باش هكا ما يعطيكش طعم هذاك المر، باسكو الكمون والكركم كي تكثري منهم يعطوك مروره. زيدي ديري الحميصه. انا هنا الحميصه كانت عندي غير مشمخه، سي بوغ سا درتها في الاول. اذا كنتي مغليتها خليها في الاخر. زيدي قطعي المعدنوس وديريهم كامل يتقلاو مع بعض. انا هنا خليتهم يتقلاو مده 20 دقيقه وهما يتقلاو على نار هاديه مع التحريك المستمر. مرقي بالماء دافي بكميه معتبره. هنا بعد ما حسيت باللي الكرنب تاعي راهو خلاص دخلوا طياب وذبال، جيت هنايا جبت ملعقه وبديت هكاك شغل نحصر فيه باش نسي نهبط له كامل الماء اللي فيه هكا باش ما يديش معايا كميه كبيره من لا شابلور. كيما راكم تشوفوا راهو هنا شويه سخون، ما خرجش بزاف الماء تاعو. هذا واش خرج لي الماء. سيت حصرته نخليه في طبق هكا باش شويه يبرد. قبل ما نخليه يبرد ندير له 2 ملاعق كبار نشا ولا طحين الذره، كل واحد كيفاش يسميه. انا درت له 2 مغارف نشاء. حركيهم مليح، هذا النشا مش راح يخليه يتفتح معاك كي تكوني درتيه في القدر. حركيه مليح، دخلي فيه هذاك النشاء وخليه يبرد. انا هنا بعد ما برد لي جبت كميه معتبره من دجاج المفروم، زدت له البصل وزدت له المعدنوس، زدت له لي زيبيس اللي درتهم في المعرق والثوم ثم كميه معتبره. حبه بيض ما كدرتهاش كامل، درت غير شويه منها وبديت نعجن فيها. اعجنيها مليح، ما تنسيش الملح. اعجنيها مليح، واذا حسيتي كاين كاش اغصان يكونوا شويه قعدولك هكا خشان نحيهم. كي تكوني هكا تعجني وتحسيهم باللي ما تخليهمش طياب نحيهم. نزيدو كميه من لا شابلور. لا شابلور هنا تختلف من وحده لوحده، قادره ديري 2 ملاعق ولا 3. المهم حتى تولي تحسي باللي راكي تقدري تشكلي كوريه، ما تجيكش هذيك الكوريه قاسيه بزاف. المهم ما تفتحش معاك كي تشكليها. هنا راني نسي نشكل، حسيت مازال خاصها زدت. كملي عجنيها كامل وشكلي الكريات تاوعك وحطيهم في المعرق. ولا غير هذا الطبق رائع.
ما من الاطفال تاعك ما يحسوش كامل باللي هذا هو الكولومبيت. كاين بزاف اللي ما يحبوش ياكلوه، ومنهم الزوج نتاعي ما ياكلوش، بصح بهذه الطريقه ولا ياكلو. المهم تكون الافاده كتمديها لاطفالك في الخضروات، دير لهم الحيله، ما يهمش كيفاش الطريقه اللي راح ياكلوا بها، المهم ما يكون الغذاء تاعهم متنوع من الخضار واللحم. هنا بعد ما نكمل كامل الكوريات نتاوعي، نبدا نحطهم في المرق. حطيهم غير بالعقل باش هكا لا فورم تاعهم ما تروحش، وإلا حسيتي لا فورم شويه راحت لهم، قبل ما تحطي الحبه نتاعك عاودي جوزي لها بين يديك هكا تدويره خفيفه باش تقعد محافظه على الشكل نتاعها. هنا نحيت قطعه الدجاج هكا باش تخلي اسباس، ومام الدجاج كان دخلوا طياب وصايد كان طاب. نغطي عليهم ونخليهم مده تراوح ما بين 7 دقائق ل 10 دقائق. المهم تبان لك بلي دخلهم طياب، ونروح نتلاقى في طبق التقديم. هاو الطبق تاعنا تاع نهار اليوم كان طبق جد لذيذ، سهل التحضير وغني بالفيتامينات، سورتو الاطفال تاوعك اللي ما ياكلوش هكا تكوني كلختي لهم وكلاو وجسمهم استفاد. نتمنى ان شاء الله تجربوا هذا الطبق وتعتمدوه في اطباقكم اليوميه والرمضانيه. ما تنسونيش بالاشتراك وتفعيل زر الجرس والتعليق والجيم. تهلاو في روحكم غالياتي، تلاقاو في أطباق أخرى حلوة ولا مالحة. سلام.